يلا برافو عروس، برافو. ايدي اخترت ايدك؟ لك ايناس وجهك كتير طفولي. يلا شيليها كبيها، حطيها على جنب. ما تقول كبيها، احترم. شو بدي احترم؟ حطيها على نزار. لا تلمسها. يا شباب نزار السبب، جاي بصحون. نزار جاي بصحن. لك هذا على فكرة بيتاكل، هذا بس الجوعي بيتاكل. ايه نوروس. لك في ورد. اي والله في ورد، لك احلى نورسايا. لك والله مو مهتم بهالشغلات. هدول بدي حطيهم. يجففن. في ورود انا قاطفهم من خليها المزهري. وردية مثلي. ما له الريحة هذول. حطيها لشو؟ ما بتنحط كبيرة. شلون ما بتنحط؟ دعني كبيرة كمان. تانك كبار بس مو قد. وين بيحطوا؟ حطيها انت لشو؟ لك ما فيها. هون هاي. لك ما فيها. شلون ما فيها؟ هي وردة لن تدبل. خل هيك. شكرا يا نورة سايا. عيشيني شعور تاني. مهم هاي الهدية رقم 1. تمام؟ كل يوم لايف في هدية. الله. شباب هاي الهدية رقم 1. كل يوم لايف نفتحه يلاقي ناس هدية. شو رأيكم؟ بدي اقول لك مع اني انت بالنسبة لي احلى هدية. في شغلة شو؟ كمان انا جبت لك اياها. شو هي؟ إلها معنى كتير كبير. والله؟ لا تعطيني اياها. أحفرجيك إياها بس بعدين. والله؟ ايمتى يعني بعدين؟ بكره بكره. اوكي هلا بدي احكي شيء مهم. بتمنى الكل الناس تصور هذا الشيء اللي بدي احكيه. يعني هذا الشيء بالنسبه لي كثير مهم وكثير لازم تعرفوه كلكم وكل الناس لازم تعرفوه. تمام؟ بحياة عمري ما كنت متوقع اوصل لهي اللحظه، وبحياة عمري ما كنت متوقع اني اعملها لهي اللحظه، وخصوصي قدامكم. ايناس انا بحبك. بحبك. شو؟ والله كنت أتوقع إنه بدك تحكي. شو؟ بدي اعترف لك. شو؟ لا تسكتي، قوم بروح. شو هيك؟ هيدا لا والله هيدا ما شاء الله. لا مرة واحدة. شباب عن جد أنا إيناس يعني كانت مشاعري إلى يعني مو ثابتة. بعد ما شفتها ثبتت مشاعري والله. والله بحبك، يعني بحبك من كل قلبي، وكتير غيرتي فيني، وكتير يعني كتير مريحتيني بحياتي، وكتير عايش شعور حلو صراحة. إلي من 10 سنين من عند فقدت أهلي لهلأ، إلي 10 سنين ما عشت هذا الشعور اللي أنا هلأ عم عيشه قسما بالله. رجعتني طفل، والله صرت طفل صغير قسم بالله. فهي قدامكم أنا عم بعترف بحبي لهالبنت، وإن شاء الله بإذن رب العالمين مستمر معها إن شاء الله، وما راح أخذلها وعد. لا تشوفونا إن شاء الله ليصير عمنا 70-60 نضل مع بعض إن شاء الله. شو رأيك تردي إذا ما بدك مشان نروح؟ شباب ما أقول حب من طرف واحد؟ لا لا أبدا. خلص ما تردي. أنا المهم أنا ما بدي إياها ترد بعدين إذا بدك، أو ما بعرف إيمتى ما بدك. فكري. شو يلا ردي احكي شو بدك تحكي. الناس راح صوتها ايناس. أنت تفكشت والله. والله مثل كون. انا اجري عم يرجفوا اقسم بالله. طلع أنا. شباب حاط جتون لمطر قاعدين تحت الهي، ما في داعي. شو يعني بحبك، شو بدك فيني؟
ما بتفهم لغة العيون انت؟ لا بفهم بلغة الكلام. شباب تستحي معلش لو يا جماعة شو يلا خلصينا. لك يا موزة توترت. قوليها عم توطي صوتها لما تقول لي إياها، عم تقول لي اياها بداني. شباب انا ما ناطر تعترف لي، انا بعرف انه هي بتحبني، يعني بعرف يعني المعامله اللي تعاملني اياها يعني صراحه يعني ما في غير الام يعني ما في غير الام بتعاملها لابنها او حدا قريب عليها والله العظيم، فما في داعي تقولها، بس قوليها وليه يلا. أنا كمان. أقسم بالله. شباب حاسس الموضوع يعني اصعب من درس الامتحان والله. بس هي كمان شو انا ما سمعت. انت شو؟ وبدي أحكي لهم، بدي أفضفض لكم. لك يا أقسم بالله. وأنا بحبك صراحة. شباب نحن بكامل قوانا العقلية نعلن ارتباطنا على الواقع قبل السوشيال ميديا. أنا السوشيال ميديا ما عاد تهمني صراحة، يعني أنا إذا ملاحظين أول يومين جيت فيهم على باريس ما صورنا ولا كتير عملت، عن جد كنت حابب بس أقضي أوقات معه، وكتير صراحة كتير انبسطت أقسم بالله، وكتير تعرفت عليها وكتير تقربت منها وكتير شفت على الواقع. حتى هي أنا ما كان بدي إلا إني بحبها إلا هلأ هيك، لأني أنا كنت قايلة إنه بدي أقولها لحالي بيني وبينها، بس أنا هيك كنت حابب إنه خلي كل الناس تشهد علي، يعني كل الناس تعرف إنه أنا بحبك، يعني ما بس بدي إنه أقولها بيني وبينك والناس ما يعرفوا، لا بدي خلي كل الناس تشهد على كلامي. شباب شهدوا على كلامي. مثل ما قلت لك بالمستقبل بغنيتي هلا جايكي بالمحبس خلي العيدة تخرس، لكل واحد ناطر يشمت فيني انا وايناس والله صعب، لاني مستحيل اترك هاي البنت او هي تتركني الا اذا ما واحد فينا عمل شيء فظيع، مثلا خيانه او شيء. انا هذا السبب الوحيد اللي بخليني بعد، غير هيك لا. وضبي اغراضك ويلا قومي على البيت، من يوم رايح صار فيني اتحكم فيكي بصفتي شو؟ بصفتي حبيبك. من يوم رايح موزو يعني قول هذيك الكلمة. موزو إله كلمة عليكي، من يوم رايح ما بقى بتقولي لي موزو شو إلك علاقة فيني بصفتك شو؟ بصفتي حبيبك وكسار راسك. لا بدون كسار راسك لأني أنا رومانسي عرفتي؟ كسار راسك تحت اللايف. شباب بصفتي من يوم رايح أي شيء بتعمل بتقولوا له حبيبك موزو ما بيرضى، الله. أو حبيبك مزفر. مزفر هيدا حبيبك مزفر. مزفر. حبيبي سمعتي انت وياها؟ لا ايه بلشنا. حبيبي حبيبي عم اقول لك بدل خدشيبي. شباب لا تتحمسوا، اخطبها وما اخطبها. شو رايكم هلا نجيب الشيخ وبأرضه هون نعمل كتب كتاب؟ ما بصير هيك خلص، يعني لا يعني خلوا الامور تاخذ مجراها. بتتذكروا لما قلت لكم انه نحن عم نبني قاعده حلوه، وهي القاعده اللي حلوه اللي شهرين 3-4 شهور ما بعرف قد ايه، كم شهر؟ ها؟ كم شهر؟ انه 3 شهور ونص تقريبا. انه 3 شهور ونص، يعني عم نتعرف على بعض لحتى هلا خلص. يعني قلت لكم انا مستحيل يعني اقبل حتى اشوفه على الواقع كيف بيتصرف، كيف بيكون زعلان، وشفته بلحظه غضبه ولا حرف طلع مني. يا تبكشت هيك. هاي اللقطه لازم كانت تتصور. تبكشت هيك ما حكيت ولا شيء، والله جلطني. كان الموقف كثير صعب لاني وقتها. كل شيء بيتعوض، والله اللحظه معك. شو ما فهمت؟ صايرت اشعري لك، صايره رومانسيه. طلعي لنا الزلمه اللي جواتك. موزو شو ها شفتوا؟ من كلمه موزو بتعرفوا. يلا اخطبها. شباب مين في حواليكم شيخ هون قريب بباريس؟ حرام تلمسها يا حبيبي، مو لامسه. هذا كثير 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 في شوي لامسها. بعدين حبيبتي ما لك علاقه. شو دخلك؟ وبدي يعني بعدين ما دخلك خويي، ما دخلك، هيك بحكي انا. هاي بتخصني من يوم رايح. اذا شفتوه عم تعمل شيء بتقولوا له موزو ما بيرضى، اعملي يا بنت. تقتليهم.
غرقنا يا عمو سامي. خالص استوينا. تمنوا لنا الخير يا شباب. شوفوا الجزائرية نبغيك. نبغيك كمان. نعم. نبغيكي. نبغيك. نبغي ربك. نبغي ربك. أنا تاني. هاي مرتين بالجزائرية. أنا من يوم رايح راجلها. مو مو هيك نزار؟ تاركنا اللحظة. هاي الوردة اللي كانت بالهي. الله حيو يا محمد، هاي نفس الوردة مو؟ ايه بدي احكي لكم شيء. يلا اسمعوا. مرحبا. يعني قال قويها والذهب بقفاصه، قويها واللولو مش راسه، قويها واللي اخذ ايناسه، قويها بيمشي وبيرفع راسه. اسمع، قويها عنا حبة الدرة، قويها لا بتنباع ولا بتنشرى، قويها ايناسه ولغلوغه، قويها موزه نقى احلى جوهره. حبيت الدخولية تلاويها. شباب، بما اني انا وايناس امهاتنا مو هون، وزيع عم يقوم بدور العائله. وهذا الاخ الفاسد. بس ايناس بدي خوي ايناس بدي اقول لك شغله على فكره عن هاي الهديه. ايه هي بتحسني تحطي فيها كاتشب وماي وقت تجوعي، هيك على طول بتتذكري موزه، حتى لما تاكلي لما تشربي على طول موزة. هدول صحون تاكلي فيهم. ايوه بالضبط. جد؟ يعني لا ما تفكر الهدايا كثير. يلا نزار دورك خويي. خويي شو حابب تحكي لنا؟ انا ليك والله لحد الان شايفيني هادي. الصراحه ما توقعت هاي اللحظه. ماني قايل لحد انا. والله ما توقعت خالص. انا مصدوم الصراحه. اول مره بشوف موزو مرتخي. مرتخي وعم يعبر بحبه لايناس. انا بتعرفوا هدول الاثنين قد بيعزوا على قلبي، وانه شوفهم هلا خلص اعترفوا للناس كلياتهم انه هن بيحبوا بعض، وان هن ان شاء الله قريبا رح تصير الخطبه. شلون؟ ايه بسرعه 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 استعجل. ايه ان شاء الله. راكدين ركض بدهم يشوفوا على الدول. لانه يعني الصراحه طنجره هون والغطا هون. يعني طنجره ولقد غطاها. يعني هدول الاثنين ان شاء الله راح يستمروا لحد مو 70 سنه لل 100 سنه ان شاء ان الله. شاء الله يا رب. لانه بس شباب، اثنيناتهم من يوم رايح ما حنحكي شيء، يعني بجوز تلاقونا بصالة العرس بدون ما نحكي. بخاف انا وعلى الطريق تصير كارثه. عم تخبي علي كمان انا؟ ما في. لا انت يعني نحن بينات بعضنا نعرف، اما الناس ما تعرف. يعني ما عاد يعني العين اقسم بالله والله ما اخذت ذبحتنا ذبح. مضبوط والله. ذبحتنا ذبح، مع اني والله ما عم نقرب على حدا ولا بنجيب سيره حدا، ومتمنعين الخير لكل حدا. بس سبحان الله يعني في ناس بتحسد، في ناس بدون قصد بتحسد، في ناس بتحسد، يعني عرفتوا؟ يعني انا بس حاب كمان احكي كم كلمه. شيل بس هاي. نعم، هي صيبتها اصعب. انه بدون انا اعتبر حالي كمشاهد وليس انه صديق لموزو من زمان وايناس. لما صارت لحظة الالتقاء بيناتهم كانت عفوية، لا كان مرتب لها ولا كان نعرف البنت، حتى صارت عن مشكلة. وبقول لك لا تاخذ صديق الا من بعد مشكلة، فموزو طبقت معه بس لا تاخذ حبيب الا من بعد مشكلة. فصارت، وسبحان الله محبة الناس اللي موجودة كل الناس اتفقت عليهم، لانه بيعرفوا هذا الشيء كلياته عن جد وليس دراما او تمثيل او قصص مثل اللي عم بيصير بالتيك توك. هدول الاثنين جد بيحبوا بعض وجد رايدين بعض، وان شاء الله آمين. لك يا سامي يا حبيب قلبي يا خويي، والله هذا الزلمة على الخاص بيحكي معي كلام يعني أعز من أخ. والله شكرا لك من القلب حبيب القلب يا سامي، حي الله يعزك يا رب. موزو امتى نزلت على الجزائر؟ قريبا العطلة، اللقاء الثاني. هلا أنت رح ترجع على بيتك، أنا رح أرجع على بيتي. لا تجي عنا على ألمانيا. اللقاء الثاني بدك تجي على ألمانيا، لأن صرنا جايين مرتين فعيب عليكي. طبعا. بس أنا ما رح خليكي تجي، رح يجي وجيبك على ألمانيا. ما بسخى فيكي، ما بسخى فيها تجي لحالها والله. التصريح قوي. لا ليش على بنزينات؟ انا شو مين؟ شبك انت؟ انا بدي شبك والله شبك. اول حسيته متحمس. فكرتي جنبي شبك عم تاخذ مني ولا عم تاخذ مني؟ انا حسيته متحمس، بدي اتاكد من كلامه.
بدي احكي شغله يلا. بدي اوصفك بكلمه. ايناس انت اعظم انتصاراتي والله. ايناس لازم تغني يا له. اعظم انتصاراتي ولعب. ايناس لازم تغني له اخيرا قالها. لا لا بدنا نصور لكم اليوم فيديو نغني انا وياها غنيه ووسيم عم يعزف. الجيتار. نعم. اخيرا قالها. عندي سؤال. انت شو بتوصفي موزو بكلمه اليوم؟ والله يا جماعه انه سند. سند. ممكن ترفعوا ايدكم سند. شوي، رفعوا ايدكم شوي. ها هيك احلى. كأس العالم ربحان. هيك احلى. ايه يعني يا موزو جواب حاسس حالي صاير طفل، اقسم بالله صاير طفل. من بعد الله في ابوي هو. الله والله. يا اخي كلام مؤثر والله ما انا ما قدرت، لا تقولي عمي في سند. ناس عندها مشاعر حركات. طب موزو، غير اعظم انتصاراتي، هيك كلمه توصف فيها ايناس. صرفت البنك. هاي ما معبره عملت كثير، هاي معبره. انا احكي لهم بعرف شو عملتي فيه بالمطعم. احكي لهم يا جماعه فتنا على مطعم نحن ما بنعرف الاسعار فيه، فوتتنا شفت. ايناس قعدت وبلشت تطلب ونحن بلشنا نطلب. أنا ما معها. كنت. ما كان موزو. شو طلعت الفاتوره 166 وعم تندح الموزو. بس استنى، شو اخذنا؟ قلنا شو اخذنا؟ صارت ايناس طالبه صحن معكرونه صارت تاكل الصردعان. وعصير موهيتو. وعصير. حقه ندينا 58 60 يورو او 60 هيك. ويمكن جايبين لهم هيك شويه معكرونه. بس متاكد ليه؟ والله انا شفتها. بتعرف لو ما لقيتك شو كانت حتساوي؟ انا شفتها بلشت تشمر عن ايديها وبدها تفوت مباشر على المطبخ. بدها تفوت تجلي مو؟ ايه شو والله لحقت الحوق يا عدول. تقول لهم جيبوا لي موزه. وين موزو؟ وين موزة؟ وين موزه؟ لك انا ما كنت بالمطعم، يعني هن عم ياكلوا وانا ونزار برا عم نمنتج فيديو اليوتيوب. يعني هن جوا ونحن برا، لا بدنا نظبط بالسياره قاعدين. برجع بلاقيهم كل واحد قاعد هيك شبكون. قال موزه هيك خايفه. بعمل له موزة. خايفه قلت له شي بك؟ قال 166. لفداكي ليش؟ ايه ارتخيت عملت له هي قالت لي رح انده للبنك المركزي بدي احرك. كرتي عادي فداها. اي والله يا شباب كأني حاجة لازم نسكر. شو رايك نزار؟ خاف يملوا مننا. بس دقيقه، في تصريح كمان. خلص شو بدك لزقتي فيني؟ تحكيني. موزة. اسكتي لك، اسكتي. عيدا بدي انا اعمل هالحركه. لك اتركني هلا عني لزقت فيني من الصبح. خلص هيك احلى. يلا خذوا الثاني ما تخذلونا. ترقبوا نهار الجمعة في إهداء من موزو لإيناس غنية. اليوم نزل التسريب، نهار الجمعة حتنزل غنية. بجوز تشوفوا حدا بالكليب بتعرفوه كموديل. مين؟ أنا ما ما أعرف ندري. ولا واحد يدري. في حدا بالكليب، في لقطات ما شفتوها من التسريب. الكليب بس ينزل راح تشوفوا اللقطات الكاملة ومين الشخص والأشخاص الموجودين بالكليب. يعني مو بس شخص، في أشخاص مثلا يعني في. ترقبوا ما تخيلوا الكليب راح ينزل راح يعجبكم وفي قصة، والقصة صايرة معي بحياتي أنا، فهذا الكليب معبر. فأنا والله أنا برأيي لا نحكي أحسن ما خلص لا تحرك. كات أحسن ما أوف أيمن يختفي أنا برأيي خلينا نروح شوي على الانستغرام نفتح. والله والله إن شاء الله نمشي هيك شوي بالطريق. قصدك دقيقه. نحن بالطريق. كم تليفون؟